وليد صلاح الدين ينفي نية الأهلي الاستغناء عن زيزو وبالعمري، ويؤكد أن ما يتردد شائعات لتشتيت التركيز. شريف حازم يتوقع فوز الأهلي في المباريات الأربع المتبقية والتتويج بالدوري رغم صدارة الزمالك. اتفاق مبدئي مع حسين الشحات على التجديد وتأجيل التوقيع لنهاية الموسم. اتجاه لتعيين عادل مصطفى في قطاع الناشئين حال رحيله عن الجهاز الفني. نفي التفاوض الجاد مع جوزيه غوميز رغم وجود رغبة في عودته. نيس الفرنسي يوضح أن غياب محمد عبد المنعم بسبب شد عضلي. استقرار داخل الأهلي على تدعيمات شاملة، مهاجم أجنبي ومحلي زائد مدافع ووسط وظهيرين. إحالة شكوى الأهلي للحكم محمود وفا للجنة الحكام. تعيين محمود وفا لإدارة مباراة المقاولون والاتحاد يثير الجدل. غضب في الإسماعيلي من تعيين محمد الغازي لقمة الزمالك وبيراميدز. بيراميدز يطالب لاعبيه بالرد على اتهامات التساهل بالفوز على الزمالك. تعادل المصري مع إنبي يعقد فرصه الإفريقية، 34 نقطة و3 مباريات متبقية. المصري يحتاج الفوز بكل مبارياته وتعثر سيراميكا لعدم بلوغ 43 نقطة. غضب في الزمالك من تصريحات والد زيزو حول المستحقات. عبد الواحد السيد ينفي أحقية زيزو ويؤكد حصوله على مستحقاته ومبالغ إضافية. إنهاء إعارة عمر كمال لسيراميكا بسبب الإصابة وانتظار موقف الأهلي. اتفاق أحمد رمضان بيكهام على العودة لسيراميكا وتعديل عقده. كريم حسن شحاتة ينتقد حتحوت بسبب أخبار مغلوطة عن الأهلي. أحمد بلال ينفي تواصله مع ناصر منسي للاعتذار. اتحاد الكرة يعد حسام حسن بتعديل وتمديد عقده بشرط تخطي دور المجموعات بالمونديال. ضياء السيد يرجح فوز الزمالك على بيراميدز ويتوقع تحكيما مثيرا. تأكيد أن حسم الدوري سيكون في الجولة الأخيرة. عمرو الحديدي ينفي وجود أزمة داخل إدارة الأهلي ويؤكد احتواء الموقف. يتوقع فوز الزمالك على بيراميدز والأهلي على منافسيه المباشرين. يرى أن حسم الدوري سيتوقف على مباريات سموحة وسيراميكا وإنبي. انتقاد لأداء لاعبي الأهلي مؤخرا وتحميلهم مسؤولية التراجع. تريزيجيه يسعى للهدافية مع مطالبته باللعب الجماعي. الإشادة بحسين الشحات كنموذج في اللعب الجماعي والتضحية. تبرير فترات الراحة بأنها دعم نفسي لتخفيف الضغوط وليس بدنيا فقط.